الأخبار الموجزة اليوم السبت. أعربت وزارة الخارجية للإمارة الإسلامية عن تعازيها لأسر الضحايا والمصابين جراء حادث تصادم القطارين في ولاية أوديشا الشرقية بجمهورية الهند الذي راح ضحيته مئات الأشخاص. قال وزير التعليم العالي الشيخ ندى محمد نديم إن معيار التمييز في سلسلة التعيينات هو التقوى والصدق والكفاءة. افتتح الدكتور عبد الباري عمر مدير عام الإدارة الوطنية للغذاء والدواء بحضور مسؤولين محليين في مقاطعة قندهار مديرية الإدارة الوطنية للغذاء والدواء. كما قام السيد عمر بزيارة مصنع يشفين فارما لتصنيع الأدوية وأعرب عن تقديره لجهود المسؤولين في هذا المصنع وأعرب عن ارتياحه لأي نوع من التعاون. قال المولوي فيض الله جمال حقاني وكيل التأمينات بوزارة الداخلية إن عدد أفراد شرطة إمارة أفغانستان الإسلامية وصل إلى 150 ألف شرطي والجهود جارية لتحقيق الاحتراف في كل مجال. قام رئيس السكك الحديدية الملا بخت الرحمن شرافة بزيارة فنية لشركة ذوب حديد كارد من خلال زيارته لتركيا. صرحت هيئة السكك الحديدية إن مدير الشركة المذكورة أبدى استعداده لإنتاج سكك حديدية مقابل مواد معدنية لأفغانستان. افتتحت شركة البريد الأفغاني الحكومية مرة أخرى متحف البريد في أفغانستان. تم الاحتفاظ في هذا المتحف بتذاكر مطبوعة لمختلف الأحداث التاريخية والسياسية والثقافية على المستوى الوطني والدولي. تم توظيف أكثر من 149 ألف شخص مع توسع صناعة الدفئات في مقاطعة فرا بشكل مباشر وغير مباشر.